علماء المالكية، علماء المالكية كلهم مجمعون على عدالة الصحابة. تقول قاضي عياض: حب الصحابة ذخر أدخره للقاء الله، كأنه ما ديرش عمل إلا هذا العمل. حب الصحابة ذخر أدخره للقاء الله تبارك وتعالى. وتقول سيدنا عبد الله بن المبارك، تقول سيدنا عبد الله بن المبارك: خصلتان الصدق وحب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كانتا في المرء أرجو أن يسلم ويدخل الجنة. إذا كان الإنسان في الصدق مع الله وكان يحب الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سيدخل الجنة. حب الصحابة شعار الإيمان وعلامته، وهذا الشعار وهذه العلامة تضطرد وتنعكس. إلى تقررون العلامة تضطرد ولا تنعكس، أقول بأن العلامة هنا تضطرد وتنعكس. متى كان حب الصحابة كان الإيمان، ومتى فقد حب الصحابة فقد الإيمان. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، متى الساعة؟ إمتى القيامة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كبيرة عمل، ما درت شي حاجة اللي هي ندند إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس خادم رسول الله: فما فرح الصحابة فرحهم بمثل هذه البشارة. ما فرحوش بشي حاجة بحال هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم تعرفوا غادي يكون مع من؟ مع نبيه. فما فرح الصحابة فرحهم بمثل هذه البشارة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر، وإن لم أفعل بفعلهم فأرجو من الله أن يجعلني معهم. وأنا أقول وأنتم تقولون: إنا نشهد الله على حب نبيه وحب صحابته من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة. اللهم إنا نشهدك ونشهد العالمين بأننا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الخبثاء. نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الخبثاء. اليهود لم يطعنوا في صحابة موسى، والنصارى لم يطعنوا في صحابة عيسى، وهؤلاء الخبثاء يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توصلا إلى القدح في نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يقول في عائشة حب رسول الله بأنها زانية بأنها فاحشة، والذي يقول في عمر بأن فيه مرض وداء في دبره لا يصلحه إلا ماء الرجال. أي خير في هؤلاء، بل أي خير فينا نحن بالله عليكم إذ نسمع مثل هذه المقالات. وليس هناك من يتعير أو يتمعر لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله الله في صحابة نبيه، فالله الله في صحابة نبيه. لا تتخذوهم غرضا، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي أين ذاك الخبيث المجلسي الذي يقول لا يشك شاك في كفر عمر. من شك في كفر عمر فعليه لعنة الله. الذي يشك في كفر عمر يقول هذا الخبيث بأن عليه لعنة الله. ونحن نقول له ولأمثاله: اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه ومحبة أصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي